عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة هنتكلم عن الكابتن رضا عبد العال الملقب بهجاص بهتيم، واحد من أكثر اللاعبين مهارة في تاريخ الكرة المصرية. صنع المجد مع الأهلي، صنع المجد مع الزمالك، أصبح بعد الاعتزال أكثر المحللين إثارة للجدل. يلا بينا نتكلم على رضا عبد العال وانتقاله التاريخي من الزمالك للأهلي. أنا من ضمنهم أول واحد هجاص. إحنا بنقعد نتكلم حلو قوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في رمضان الاسم رضا عبد العال محمد، مواليد 15/4/1965، شبين القناطر القليوبية. نشأ رضا عبد العال في بيئة كروية بسيطة. بدأ لعب كرة القدم في الشارع قبل أن ينضم لنادي النيل للأدوية، حيث لفت الأنظار بمهاراته الفريدة. تألق مع النيل للأدوية فخطفه الزمالك ليبدأ رحلة النجومية. مشوار رضا عبد العال مع الأندية: انضم للزمالك من سنة 87 لسنة 1993 صانع الألعاب المهاري. انضم للزمالك وسرعان ما أصبح لاعبا أساسيا في الفريق. شارك مع الفارس الأبيض في 6 مواسم وحقق مع الفريق عدة بطولات، أبرزها الدوري المصري مرتين 87-88 91-92، كأس مصر 1988، دوري أبطال أفريقيا 93، لكنه غادر قبل النهائي. تألق في وسط الملعب وصنع العديد من الأهداف لزملائه، وكان معروفا بتمريراته الدقيقة وتسديداته القوية. ثم بعد ذلك انتقل إلى النادي الأهلي من سنة 93 لسنة 99. الصفقة التي أثارت الجدل في سنة 93 حدثت واحدة من أكبر صفقات القرن عندما انتقل رضا عبد العال إلى الأهلي في صفقة تاريخية أثارت ضجة كبيرة بين الجماهير. انتقل للنادي الأهلي مقابل 625 ألف جنيه، وكان وقتها رقما قياسيا في سوق الانتقالات المصري. لعب مع المارد الأحمر 6 مواسم، حقق العديد والعديد من البطولات. الدوري المصري 4 مرات: 94 95 96 97. كأس مصر مرتين: 96 و2001. دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي عام 2001، لكنه غادر قبل النهائي رغم تعرضه لانتقادات من بعض جماهير الزمالك، إلا أنه كان لاعبا مؤثرا في خط وسط الأهلي. لما نيجي نتكلم على مشوار رضا عبد العال مع المنتخب: لعب مع منتخب مصر خلال فترة التسعينات، وكان ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم 90 بإيطاليا، لكنه لم يشارك كأساسي. شارك مع المنتخب المصري لكنه لم يحقق أرقاما دولية كبيرة. تميز بأدائه المهاري لكنه لم يحظى بفرصة كبيرة ليكون نجم من نجوم المنتخب الأول. فيما بعد الاعتزال اعتزل رضا عبد العال كرة القدم ثم اتجه للتدريب. كنا عاملين فيها ان احنا مدربين بقى وبتاع وبنفكر، وقالوا يعني كوبايه الشاي لازم تحط في ايدك السيجاره عشان توري الناس ان انت دماغك يعني عبقريه. وطلع كل ده هاكس. لكنه لم يستمر طويلا بسبب عدم نجاحه في الفرق التي دربها. درب بهتيم، درب دبروه، درب طنطا، درب بني عبيد، وايضا الانتاج الحربي. بدأ العمل كمحلل كروي واشتهر باسلوبه الجريء وتصريحاته النارية، مما جعله من اكثر المحللين اثارة للجدل في مصر. من ابرز تصريحات رضا عبد العال: لو كروش نجح انا هلبس بدلة رأس. ميسي لو لعب في مصر مش هيعرف يعمل حاجة. الاهلي والزمالك بيلعبوا كورة عشوائية. مرموش ده فنكوش. اصبح ضيفا دائما في البرامج الرياضية وجذب الانظار باسلوبه العفوي والصدامي. رضا عبد العال مش مجرد لاعب، ده واحد من اكثر الاسماء المثيرة في الكرة المصرية، سواء كلاعب مهاري او كمحلل كروي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتقول لنا رأيك في اكتر تصريح مستفز سمعته بالكابتن رضا عبد العال في الكومنتات. رمضان كريم.